صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. على النبي صلوا صلاتنا توصلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم ان شاء الله فرخة في الكيس الحراري. معايا فرخة، معايا هنا بطاطس، معايا بصل، معايا فلفل احمر واخضر، ومعايا كوسة، ومعايا جزر. طبعا كلهم مقطعاهم تقطيعة كبيرة شوية عشان هتاخد وقت في الفرن. ومعايا هنا بصلاية، مخرطة معاها قرن فلفل صغير، ومعايا عصير طماطم، ومعايا طبعا بهارات كركم، بهارات 7 بهارات، فلفل اسمر، روزماري، ورق لورا، وملح، وطبعا فلفل اسمر. بصوا بقى هنا هجيب البصل مع الطماطم. ادي البصل، انزل عليه بقى بالطماطم عشان نتبل الفرخة. اول حاجة طبعا هعملها ان انا هتبل الفرخة، وبرضو هاخد جزء من التتبيلة دي احطها على الخضار. اجيب بقى البهارات بتاعتي كلها كده، طبعا مش هستعمل اي دهون هنا، انا هستكفي بدهون اللي هتنزل من الفرخة، لان دي فرخة بلدي مربيها في البيت، فعارفة ان هي حلوة يعني وفيها دهون. اجيب بقى الفرخة واتبلها. اهو انزل طبعا تحت الجلد كده بالتتبيلة الحلوة دي، من بره ومن جوه ومن كل حتة فيها كده، اتبلها عشان تاخد طعم الحلو بتاعنا. كل حتة كده، من ورا ومن قدام. خلاص كده انا تبلتها كلها. طبعا يفضل ان انت تسيبيها شوية في التتبيلة على قد ما تقدري، من ساعة لنص ساعة، بس انا هشتغل فيها على طول عبال ما اجهز الخضار بتاعها وكده تكون اتبلت معايا حبة. اركنها بقى على جنب ونشوف الخضار بتاعنا نعمله ازاي. اجيب بقى الخضار اللي معايا هنا بطاطس، انزل بقى بحبة من التتبيلة اللي فاضت معايا كده عشان برضو الخضار ياخد من نفس طعم التتبيلة. كل الخضار اللي معايا، طب الخضار اللي متواجد عندك حطيه وبالكمية اللي انت عايزاها. طبعا انا معايا هنا الكيس كبير فهياخد اي كمية انا عايزاها. اقلب بقى كله كده على بعضه. طبعا انا مقطعه البصل يعني تقطيعه كبيره شويه. كله على الني، كله يخش جوه الكيس ويستوي في قلب الفرن. اكله سهله خالص في السريع كده. اجيب بقى الكيس، ادي الكيس بتاعي، جربوها ان شاء الله تعجبكم قوي. هنزل بقى بالفرخه بتاعتي دي،
بعدين احط الخضار. عاوزة تحشي الفرخة خضار براحتك، عايزة تحطي الخضار الاول براحتك، عايزة تحطي الفرخة زي ما انا عملت برضو براحتك. افضيه بقى في قلب الكيس اهو. طبعا افضي الهوا منه على قد ما اقدر، وهقفله بالرباط بتاعه اللي هو بيجي مع الكيس. على قد ما اقدر بشيل منها الهوا او اطلع منها الهوا واربطها بقى كويس اهو، واحطها في قلب الصينيه وادخلها الفرن. طبعا انا مش بحط ميه في الصينيه ولا حاجه، هي كده كده هتستوي، مش هيحصل يعني مش هتحتاج ميه خالص. هتنزل السوائل بتاعتها في قلب الكيس، والصينيه ان شاء الله مش هيجرى لها حاجه. طبعا خرمت الكيس عشان اطلع منها البخار عشان ما يطقش، وندخلها الفرن بقى. ادي بقى الفرخه بعد ما طلعت من الفرن. بصوا الصينيه ما فيهاش اي حاجه خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله، طالعه جميله، والريحه بصراحه الريحه يعني قلب المكان كله. بصوا طبعا خلي بالنا عشان سخن. اتحمرت بصوا اهي. طبعا هي لسه سخنه، لسه مطلعاها حالا من الفرن. بصوا الصوص اللي منزلاه. بصوا بسم الله ما شاء الله، كده حاجه تنفع في العزومات كمان الطريقه دي. خدت معايا حوالي ساعة الا ربع في الفرن، طلعت بالمنظر ده كده. وادي الخضار بتاعي مستوي اهو. جربوها يا جماعة والله بجد، يعني حاجة في منتهى الجمال، تستاهل التجربة فعلا. الكيس الحراري ده اختراع رهيب بصراحة، بيدي الحاجة طعم تاني خالص. يا رب بقى الطريقة دي تعجبكم، بتمنى ان انتوا تجربوها لانها تعجبكم فعلا. ريحتها وطعمها بسم الله ما شاء الله حاجة كده وهم. تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. ولو جربتوها وعجبتكم يا ريت تبقوا تقولوا لي في الكومنتات عجبتكم ولا لا، والطريقه ويعني ونجحت معاكم ولا لا، وطلعت طعمها ازاي. بصوا مستويه ازاي. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.